عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نقوم بتجهيز العجينة البروتينية من خميرة البيرة. سكر مطحون و50 جرام كركم و30 جرام قرفة، وكذلك ليمون حجم كبير، هذا يعتبر ليمون من الحجم الكبير حبتان، وكذلك عسل بلدي، وكذلك كيلو من خميرة البيرة. طبعا 3 كيلو سكر مطحون مقابل 3 كيلو من السكر. الآن نقوم بإضافة المقادير النواشف من الكركم والقرفة، ونقوم بمزج الخليط كاملا وتقليبه حتى يتجانس، حتى تتداخل المكونات في بعضها بشكل كامل. نقوم الآن بإضافة خميرة البيرة إلى المقادير السابقة، ونقوم بخلط الكميات مع بعضها البعض حتى تتداخل بشكل جيد، تتناسب مع بعضها البعض، وتكون متجانسة من خيط الخليط. نستمر في تقليب الكمية. يجب أن يختلط بشكل جيد حتى لا تكون هناك بقايا سكر أو غيره. بعد ذلك نقوم بإضافة الليمون بعد طحنه بالعصارة. طبعا الليمون يتم طحنه بقشوره وبذوره لما له من فائدة للنحل. الآن نقوم بعجن الكمية والتحريك والتقليب. استمر بالعجن والتحريك حتى تختلط جيدا المواد. طبعا وجود الليمون مفيد جدا لاحتوائه على فيتامين سي وزيوت طيارة متواجدة في القشور والبذور، وهي مفيدة جدا للنحل. ويمكن الذي لا يوجد لديه ليم أن يضيف خل التفاح، بعض القطرات من خل التفاح. طبعا الليمون أو الخل يحافظ على العجينة حتى لا تتخمر أو تتأثر، ويمكن تخزينها لمدة عام كامل، بس تحتاج إلى منطقة أو غرفة باردة أو معتدلة، ولا نخاف عليها من التخزين. نقوم بالتحريك والعجن. طبعا أنا أستخدم يدي في العجن، ويجب عليك أخي النحال استخدام يديك بعد غسلها جيدا. نستمر بالخلط والعجن. طبعا قد تطول الوقت، لذلك سنقوم بالتجهيز السريع. هذا هو العسل. الآن نقوم بإضافة عسل. طبعا الذي ليس لديه عسل يستطيع أن يقوم ممكن إضافة المحلول السكري بدل العسل لمن ليس لديه عسل، ويتم إضافته بكميات قليلة
ويستمر بالعجن. طبعا سنقفل ثم نتواصل معكم. حياكم الله إخواني. كما ترون بعد إغلاق الفيديو حتى لا يطول عليك أخي النحال بالمشاهدة، قمنا بتجهيز العجينة وهي كما ترون متماسكة بشكل جيد. انظروا، وهكذا هي معدة جيدا وبطريقة ممتازة جيدا وجافة، يمكنك أن تعطيها للنحل في أي وقت. تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.